سلام، معكم رانيا. واليوم غنهضروا على ما يذكرني بك ديال الكاتبه الامريكيه كولين هوفر. اذا اول حاجه، هذه التجربه ديالي الاولى مع الكاتبه. انا ما عمري قريت لها صراحه، بالرغم من انني عندي واحد الروايه هنا في المكتبه ديالها بالونجلي It Ends With Us، ولكن ما عمري قريت لها. علاش؟ ما نعرف، ما تسقسونيش. دونك هذه التجربه ديالي الاوليه. هاد الايامات شريت واحد 3 الروايات ديالها مترجمين. هي اصلا يلاه ترجموا الروايات ديالها، يلاه كنظن شي عام ولا عامين دابا ملي ترجموا الروايات ديالها، ماشي كلشي، يعني غير واحد 3 ولا 4 الروايات كنظن اللي ترجموا هما اللي عندي. اول حاجه الترجمه ديال نورا الناجي. نورا الناجي انا ديجا قريت لها، ديجا كنعرفها، ديجا عملت معها حوار شحال هادي شي 3 سنين دابا دازت ولا عامين. كاتبه مصريه، ديجا قريت لها انا الاعمال ديالها. كاتبه زوينه، كيعجبني الاسلوب ديالها، ولكن هذه اول مره غنقرا لها كمترجمه. ملاحظه على الترجمه ديال الروايه، ترجمه زوينه بزاف، وانا من الناس اللي كنعلق على الترجمه. انا لا قريت 5 الصفحات الاولى وكانت الترجمه مزريه لدرجه نقلب على شي، المهم شي ترجمه تكون يعني كارثيه، ما غنقدرش نكمل الكتاب، ما غنقدرش حتى ندوز يعني نكملو. عندي بزاف ديال الكتب في المكتبه اللي ما قدرتش نكملهم حيت الترجمه كانت ماشي مزريه، اكثر من مزريه. الترجمه داخله في بعضها، ما كتعرفش ان هذا الانسان واش كيترجم بالحرف ولا شنو كيعمل. الترجمه ديال الروايه كانت مزيونه بزاف لدرجه انك ما كتحسش انها مترجمه من اللونجلي للعربيه. كتجيب لك الله انها لو كنت مثلا ما نشوف شي كولين هوفر، نشوف نورا الناجيه اللي كتباها، كانت تجيني عاديه، ما كنتش غنستعجب. ترجمه زوينه. وهذا هو الفرق ما بين المترجم اللي كيترجم بالحرف، يعني كيما هما كيترجم لك، كتكون ترجمه ركيكه للغايه، وما بين المترجم اللي كيترجم لك بالمعنى وكيترجم لك لدرجه انك انتينا ما كتحسش بان هذه الروايه مترجمه ولا هذا الكتاب مترجم. هذه هي الاهميه ديال الترجمه، بالرغم من ان كاينين بزاف ديال الناس كيقول لك لا، من الاحسن انك تقراهم باللغه ديالهم الاصليه وكذا وكذا وكذا، وانا متفقه معكم. ولكن انا بالنسبه لي كرانيا كيعجبني نقرا بالعربيه اكثر من كيعجبني نقرا بلغات اخرى. كنقرا بالعربيه وبالونجلي، ولكن انا كنقرا بالعربيه اكثر لان كتعجبني اللغه العربيه، نقرا بها بزاف. فانا دائما افضل انني كنقرا الكتب المترجمه بالعربيه على اني نقراهم باللغه ديالهم الاصليه. هذه الا كانت لونجلي كنت قادره انني نقرا بها، ملي كان روايات بالالمانيه ولا بالايطاليه وانا كنقرا الادب العالمي بزاف، فكيفاش نقدر نقراها باللغه ديالها الاصليه؟ صعيب بزاف. وهذا هو الدور ديال الترجمه، انها كتسهل علينا الحياه، كتسهل علينا انتقاء الكتب. ندخلوا في المضمون. الغلاف كما كتشوفوه عادي بسيط جدا، ما كاين لا لوحه، ما كاين nothing special، حتى حاجه ما مميزه في الغلاف. هي صادره على دار كيان للنشر والتوزيع، كاينه في مصر. كنلقاو في البدايه مقتطفات، كنلقاو اهداء الى تسارى. كنبداو فيها 40 فصل. اول حاجه الفكره العامه كتهضر على واحد السيده سميتها كينا، امراه شابه عندها 26 عام، دوزت 5 سنين في الحبس حيت قتلات الحبيب ديالها سكوتي. قتل غير عمد. كيفاش قتل غير عمد؟ انه هما كانوا هي كانت كتسوق به في الطوموبيل، حيت هو كان سكران، ما قادش انه يسوق، فساقت هي، وحتى هي كانت سكرانه، وتقلبات بهم الطوموبيل. وهي ملي تقلبات بهم الطوموبيل بغات انها تعاتقو، هذه ما قدرتش، فخلاتو تما ينزف حتى الموت، ومشات للدار ديالها حيت بحال كانت مدوخه. ملي مشات للدار ديالها طاحت في الارض، لقاوها لا غدا البوليس ملي جاو يقلبوا عليها لقاوها في الارض وعامره دمايس ديال سكوتي. داوها للحبس، موراها للمحكمه، هي ما دافعتش على راسها، حكموا عليها ب7 سنين ديال الحبس. خرجت قبل لانها كانت كما كنقولوا داك حسن السلوك في الحبس خلاها انها تخرج قبل من الوقت اللي كان حددته المحكمه. هذه قصه يعني الاساسيه. كينا ملي كتخرج من الحبس هي قبل ما توقع ديك الحادثه كانت حامله، وهي ما كانتش عارفه راسها حامله. فملي كتدخل للحبس وكيتحكم عليها كتعرف راسها انها يعني حامله. فملي كتولد هذيك البنيته الصغيره اللي سميتها ديم، كتعطيها للاب والام سكوتي اللي كان الحبيب ديالها، يعني جد وجدات ديك العائله هما اللي غيربيوها. العائله ملي كتخرج كينا من الحبس كتكون عندها 5 سنين، يعني عاد تكمل 5 سنين.
دونك الفتره كامله ديك البنت وهي كتربى من طرف جده وجداتها، يماها كانت في الحبس كتقضي العقوبه ديالها بتهمه القتل غير العمد. ملي كتخرج كينه من الحبس كتبدا المسيره ديالها ولا النضال ديالها باش انها تساعد بنتها، اولا باش انها تحظى بواحد المكان في الحياه بنتها، او باش انها ماشي تساعد الحضانه ولكن اتليست يكون عندها واحد البلاصه في المكان ديال بنتها، تشوفها نهار في السيمانه، يومين في السيمانه، ساعه في السيمانه، ما كيهمش، المهم تكون هي عندها واحد الموضع في الحياه بنتها. هي عارفه ان هذا الشيء شبه مستحيل، ما قلنا شي مستحيل، لانها في نظر يمه وباه ديال سكوتي ان هي اللي قتلت لهم بنهم. وتخيلوا ان شي واحد قتل لك بنك وغيجي من بعد يطلب منك السماحه ويقول لك انا بغيت نتشارك انا وياك الحضانه ديال بلي بنتي ولكن هي حفيدتك، كيفاش غتحس؟ كتبدا القصه. اول حاجه انا يعني باش انا خليت الطبع ديالي حتى الاخير، انا هاد الروايه قاستني بزاف بزاف درجه كبيره، علاش؟ لاني بطبيعه الحال، فانا اي حاجه كتحس بها كاينه انا كنحس بها، واخا باقي ما الله يستر ولكن ما وقعليش هادشي، ولكن راه يعني ديك الاحاسيس ديالها توجه بنتها واخا راه عمرها شافتها 5 سنين ما عمرها شافتها، لان البنيته خلقت قبل الوقت ديالها، انا خلقت في الشهر السابع اعتقد، ودمون موراها داوها نيشان داك داوها للمستشفى وهي ردوها للحبس، يعني ما هزت بنتها، ما شافت بنتها، ما حتى شي حاجه. دونك قاستني الروايه كثيرا، لان يعني شطر كبير من نحو الامومه والعلاقه ديال الام بالابن اولا بالابنه ديالها، حتى وان ما كتربي ما تقدر ما تكونش ربيتي ابنك، ولا تقدر تكون ما كتهلا، ماشي ما كتهلاش فيه، ولكن جاءت الظروف انك تبعدك على ابنك، ولكن راه كيبقى ديما داك الرابط ما بين الام والابنه ولا الام والابنه اللي صعيب ان شي واحد اخر يفهمه من غير لا كانوا عندك الاولاد. كاين واحد الشخصيه اخرى سميتو ليدجر كنت فلوجتني السميه ديالو صعيبه، كان عندي مشكل مع الاسماء. ليدجر هو الصديق ديال سكوتي، ياك صديق ديالو منذ الطفوله بطبيعه الحال. كيتلقى كيكون واحد المشهد في الاول كيتلقاو هو وكينه، حيت هي كتدخل للبار الحانه ديالو، انها تشرب واحد الكوكا، تشرب الصودا، وموراها شربات واحد كاس ديال الماء قهوه كذا كذا كذا. هو كيحس بواحد الانجذاب ديك الساعه تجاه كينه، ولكن ما كيعرفش داك الانجذاب كيفاش عامل. كيقول كيفاش انا كنشوف العشرات ديال البنات يوميا كيدخلوا يخرجوا ويشربوا ويخرجوا ويشطحوا كذا، وانا كنحس بالانجذاب تجاه هاد البنت فقط ولا هاد السيده. هو ما عرفش يعني في الاول ما عرفش اصلا شكون هي ولا الاسم ديالها، هي كتكذب عليه في الاول في اسمها، كتقول سميتي نيكول، كان من بعد كتطور الاحداث. انا نحاول ما نحرق لكمش الاحداث. غتطور الاحداث لواحد الدرجه كبيره، يعني روايه فيها 400 صفحه، 420 صفحه، دونك 420 صفحه كلها مفاجآت وكلها انا بعدا 420 صفحه وانا اتفاجأ وانا كنبكي، راه بكي انا بعدا بكيت حتى عييت في هذا الروايه. النهايه ديال الروايه شبعت بكي، موت بالبكي، بكيت الايلاينر هبط لي وحسيت براسي دوك حتى انا يلاه ساليت دابا شويه يعني واحد نص ساعه، فغسلت وجهي وعاودت عملت الايلاينر باش نصور هذا الفيديو. نهايه جميله. شوفوا ملي نقول لكم انا بكيت في النهايه ماشي ضروري تكون نهايه مؤلمه باش ما نديكمش في الاخر، ولكن النهايه زوينه ولكن مؤثره جدا جدا جدا، وديك النهايه اللي انا كنت كنتمنى من البدايه ديال الروايه هي اللي كنت كنتمناها، وكانت احسن صراحه. يعني الكاتبه في نظري نجحت في النهايه بزاف. الاحداث يعني ما انا قلت لكم كاين عنصر مفاجاه بزاف، ما كاينش الملل بتاتا، ما تشوفوش 400 صفحه تخافوا، نو 400 صفحه دغيا دوز لكم. انا قريتها هذه في يومين ونص، 400 صفحه قريتها في يومين ونص، يعني كنت كنقرا في النهار 150 صفحه. اليوم شحال قريت؟ اليوم قريت 150 قريتها في نص النهار، يعني ما قريتهاش حتى في النهار كامل، يعني قريتها ما بين 2
و6:30 العشيه، ولكن ماشي مرتبطه مفرقه. يعني بحال نقول لكم قريت واحد ساعتين ولا ساعتين ونص في الطوطال، ما بين 2 و6:30 حتى ساعتين ونص اللي جينا نشركوهم. ساليتيها 150 صفحه لدرجه انها زوينه بزاف. السرد المتناسق، ما كاينش بزاف ديال الوصف، واخا انا كيحمقني الوصف بزاف، هذا علاش كيعجبني موراكامي. وغندير ريفيوهات على وسبوتنيك الحبيبه حتى يلاه حتى هي كملتها السيمانه اللي فاتت. ولكن مع ذلك عجبني. يعني هي لا مشينا نشوفوا الوصف فين كاين في المشاهد الجنسيه. دونك الا كنتي نتيا ما كيعجبوكش المشاهد الجنسيه بتاتا، بلا ما تقرا هذه الروايه، فيها بزاف ديال المشاهد الجنسيه، انا ما عنديش مشكل معاهم، كيعجبني نقرا داكشي. عجبني الوصف ديال العلاقه الجنسيه ما بين جوج ديال الشخصيات. باش ما نقول لكمش شكون كيفاش وصفت الكاتبه داك الباشن وداك لامور وداك الحب وداك الرغبه وداك الشغف. عجبني كيفاش وصفت، يعني وصفت داكشي بدقه. هذه كنظن هما البارتيس اللي هي وصفات فيهم، التباقي ما كاينش زعما شي وصف بزاف، الا ملي كتبغي تقربنا من المشاعر ديال كينا ولا ليدجر ولا ديال باتريك وغريس اللي هما جد وجدات ديال ديم. كاين هنا شويه ديال الوصف، ولكن بالوصف بزاف كاين في العلاقات اولا في العلاقه الجنسيه، مشاهد جنسيه كثيره. كنظن ماشي اي امراه، ولكن كنظن بزاف ديال النساء هما اللي غتعجبهم هاد الروايه اكثر. زيد عليها لا كنتي انت من النوع اللي فحالي كيعجبني نقرا انا الرومانسيه والدراما، كيحمقني هاد الشيء، غتعجبك الروايه. لا الروايه فيها الرومانسيه وفيها الدراما، واحد فيها قضيه، يعني فيها ديال ان واحد المراه باغا تساعد الحضانه ديال بنتها، ولا باغا انها تكون عندها واحد البلاصه في الحياه بنتها، فيها الحبس، فيها كيفاش ان الحبس كيغير الانسان، فيها ان كيفاش ان بزاف ديال الناس كتكون عندنا لهم واحد النظره خاطئه في الاول، وقد ديك النظره ما عندها حتى علاقه بالواقع. فيها ان الناس كتبدل مع الوقت، ما كتبقاش بنفس الشخصيه وبنفس الكاركتير. كاينه ان ماشي اي واحد دخلنا الحبس راه مذنب، يقدر يكون ما عنده حتى شي علاقه، بريء، ولكن غيضرب الحبس وغي يفقد واحد الجزء كبير من حياته وغيخلص الثمن غالي. فيها ان الحب من اول نظره، فيها ان الجنس كيقدر انه يخليك تبغي الشخص اكثر، فيها ان في وسط واحد الظلام حالك، في وسط واحد السوداويه كتقدر تلقى واحد النقطه ديال الامل ولا نقطه ديال الحب اللي كترد لك الكانه، ولا اللي كترد لك الامل في هذه الحياه. ماذا ايضا فيها قوه الاراده، يعني عندها واحد الاراده قويه بزاف. فيها هاد الناس اللي كيغلطوا وكيبغيو يصحوا الاخطاء ديالهم، كيبغيو انهم يعتذروا، كيبغيو انهم يصحوا واحد الحاجه اللي هما عدلوها، سواء قصدوا سواء ما قصدوش. خاصنا نعطيو لهم فرصه، يعني second chances. واخا انا ماشي دائما مع الفرص الثانيه في جميع الاحيان، ولكن في الحاله ديال كينا كانت كتستحق فرصه ثانيه من طرف من دوك الناس اللي محيطين بها واللي هي ضرراتهم، وكان عندها واحد شويه ديال الذنب في القضيه ديال سكوتي والموت ديالو. بطبيعه الحال ماشي كلشي، ولكن كانت كتستحق فرصه ثانيه. والانسان او لكن بعض الناس لما عطينا لهمش فرص ثانيه ممكن اننا نزيدوا ندمروا حياتهم اكثر فاكثر. باش ما نزيدش نحرق لكم هذا الروايه، كنظن ما حرقتش انا روايه مزيونه بزاف. كنظن انا عندي واحد نقدر ننصح ان الناس يقراو ولا ما يقراوش هذه. انا قلت لكم ما كيعجبكمش المشاهد الجنسيه ما تقراوش هذه الروايه. ما عندكش مع الدراما والرومانسيه وكذا كذا ما تقراش هذه الروايه، ما غتعجبكش. انا كنقول لكم الناس اللي ما عندهمش مشكل مع المشاهد الجنسيه، كتعجبهم الرومانسيه، مهتمين باي حاجه قلت على هذه الروايه، عجبكم شنو قلت على الروايه، مشيو قراوها غتعجبكم. وزيد عليها الترجمه زوينه بزاف. انا بعدا حمقتني الروايه، تقدروا تقولوا هاد الروايه من بين احسن الروايات اللي قريت في 2023 لحد الان. كاين بعد هاد الايام الاخيره قريت بزاف الروايات اللي هما واعرين،
يعني قريت هادي سبوتنيك الحبيبه ديال موراكامي، قريت شنو اسمه واحد الروايه كنت عملت عليها ريفيو ديال واحد الكاتبه غانيه من غانا. ماذا ايضا قريت واحد الروايه عاد خصني نعمل عليها ريفيو سميتها الارهاب، حتى هي زوينه بزاف بزاف، حتى هي فيها واحد القضيه ديال التطرف وديال الارهاب وكذا. دونك كاينين بزاف ديال الحاجات صراحه اللي قريتهم في الاسابيع الفايته وعجبوني، وهما اللي غنعمل عليهم فيديوهات باش نتوما تاخذوا واحد الاقتراح ولا تاخذوا واحد شعله امل كما كيقولوا. ماشي التجربه الاولى ولا التجربه الاخيره. انا كنفكر دابا غنمشي نبدا لا شي روايه ثانيه، انا هادشي اللي كنفكر وما نقدرش، خصني نقراهم بثلاثه صراحه. حتى شي قلت لكم 3 الروايات مزيونه 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 مزيونه، الله يعطيها الصحه. انا انسانه كنتقد بزاف، كيعجبني ننتقد، ولكن هاد الروايه ما جبرت ما ننتقد فيها، ما جبرتش، عجبتني يعني بلونسومبل ديالها كما كنقولوا. نتمنى تكون عجبتكم هذا الريفيو، حاولت ما امكن اني ما نحرق لكمش الاحداث، عليها كنهضر شويه بتحفظ، اما لا كنت غنحرق الاحداث ديك الساعه كنت غنهضر بسلاسه اكثر. كنتمنى يكون هذا الفيديو مشجع باش تمشيو تقراو الروايه. ما عرفتش واش كاينه PDF صراحه، وما كنظنش، لان قلت لكم هي الله ترجمت ماشي بزاف، لكن قلبوا عليها ورقيه، هي يعني قلبوا عليها ورقيه احسن، ولا جبرتوها PDF قراوها. نتمنى تكون عجبتكم الريفيو، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو.